السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم دبس التمر بلا ما نزيدو الالياف ديالو. كنتمنى يعجبكم. هو بديل صحي للسكر الابيض. نبداو ان شاء الله. نصف كيلو ديال التمر معجون، 4 أكواب من الماء الساخن. غادي نديرهم في طنجره على نار متوسطه حتى يبدا يغلي ويكون داب لينا التمر ديالنا، ونقصوا عليه على نار هادئه جدا ونخليوه يعقل. وفوق ما طلع الرغوه للفوق نحيدوها. اذا بغيتو تستعملوا التمر العادي ماشي المعجون تقدروا بطبيعه الحال، ولكن المعجون اسهل لانه كيذوب دغيا دغيا، خصوصا الا كنتو بغيتو تخليوه بالالياف ديالو كما غادي ندير اليوم. لانه كما عارفين بالرغم من ان التمر كيحتوي على سكر طبيعي، ولكن هو في الاخير سكر. يعني بالنسبه للناس اللي مرضى السكر او اللي عندهم مقاومه الانسولين ولا لشي واحد ما باغيش يطلع ليه السكر في الدم، فمن الاحسن انه ما يديرش دبس التمر العادي اللي كنحيدو منه الالياف وكيبقى غير السكر لتحت بحال هاي السكر ديال التمر. نديروا هذا اللي مع الالياف، لانه كما عارفين ان الالياف كتبطئ امتصاص السكر. انا نوريكم واحد التصويره كتشرح لكم هادشي هذا كامل، وكنتمنى تفهموها وكنتمنى يعجبكم هادشي. انا هادشي ماشي مختصه، انا قريت وبحثت عليه وبغيت نشاركه معكم، لانه كما شفتوا هي في التصويره ان الالياف بحال كيدير واحد الحاجز اللي طبيعي باش ما يخليش السكر يخرج للدم. كنتمنى هادشي يعجبكم ويكون هادشي مفيد لكم. ها هو منين تبخر منه الماء وتحيدنا كاع الرغوه اللي فيه كيجي بحال هكا القوام ديالو. كنتمنى يعجبكم. طبيعه الحال القوام ديال عسل التمر كيكون سليس اكثر من هكا وما كيكونش بهاد التقوليه، ولكن ماشي مشكل. المهم هو يحل لنا بلا ما يرفع لنا السكر. ها هو القوام ديالو مازال محدو مازال سخون. غنخليه عاوتاني يبرد ونوريكم القوام ديالو ان شاء الله. في الاثناء كنتمنى ناخذ حسنه مع بعضياتنا ونصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول سبحان الله والحمد لله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويعجبكم هذا دبس التمر. راه كيجي مناسب بزاف ديال الاشياء. يعني البسكوي ديروه في التحليه، ديروه في عصير، ديروه في القهوه. بديل صحي للسكر الابيض والثمن ديالو رخيص وكيجيب الكميه كبيره، كيعطي 2 قراعي ديال متوسطين ديال المربى. كنتمنى يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وشكرا.